باشمهندس محمد، هو ايه اكتر 5 لغات برمجة مطلوبة في 2025؟ اظن ده سؤال مهم، ناس كتيرة محتاجة تعرف اجابته من حضرتك. طيب ده سؤال حلو جدا يا احمد، وانا هجاوبك حسب احصائيات من موقع زي ستاك اوفر فلو وانديد. تيجي في المرتبه الاولى يا احمد الجافا سكريبت، هي ما زالت رقم 1 بنسبه استخدام 63% من الشركات. تيجي في المرتبه الثانيه البايثون، وهي في المركز الثاني خصوصا في الاي اي والداتا ساينس. تيجي في المركز الثالث لغه السي شارب، مستخدمه في اكتر من 38% من تطبيقات الشركات. تيجي في المرتبة الرابعة لغة الجافا، هي لسه أساسية في البنوك والمشاريع الكبيرة. تيجي في المرتبة الخامسة البي اتش بي، رغم ان كل الناس شايفينها قديمة لسه بتشتغل في 77% من مواقع الويب. طيب انا عايزك يا احمد تكون مميز في اللغة اللي انت بتشتغلها. طب تكون مميز ازاي؟ انك تفهم اساسياتها كويس، تتقنها كويس، وتتقن الادفانسد توبكس بتاعتها كويس جدا، وتشتغل على مشاريع حقيقيه. طيب طبقت كل الكلام ده، اقدر اقول لك يا احمد انك بقيت محترف وبقيت مميز.